هاي، انا روان والنهارده هشارك معاكم تجربتي وهقول لكم ازاي مستمره على الاكل الصحي لفتره طويله. وكمان ده بقى نظام حياتي مش فتره مؤقته وخلاص. اول حاجه عملتها ان انا قررت اعيش بطريقه صحيه، مش علشان اتخن او عشان اخس، ولكن دوت يبقى نظام حياتي علشان يبقى شعري صحي وبشرتي كمان صحيه واحس ان انا واثقه في نفسي. طيب انا بدأت ازاي؟ بكل بساطة انا كنت بستخدم الاكل اللي موجود عندي في البيت وكنت بعمله بطريقة صحية. ما كنتش بجيب اكل انا مش بحبه لمجرد انه بيتقال عليه الاكل دوت لازم يبقى موجود في الدايت، ولا انا كنت بجيب حاجات غالية مش هقدر اوفرها بعد كده. يعني مثلا انا لو عندي في البيت بيض هعمله بطريقة صحية، هعمله مسلوق. لو عندي فراخ هعملها مشوية، سمك هعمله مشوي. ايا كان الحاجة اللي عندي انا هعملها بطريقة صحية. ايا كانت الطريقة بقى، في كل واحد بيحب الاكل بطريقة معينة، وفي طرق كتير جدا للاكل الصحي موجودة على اليوتيوب. ممكن تلاقي حاجة واحدة نطلع منها مليون طريقة صحية. وطبعا كنت بقلل الزيوت الى حد ما، وما كنتش باكل مقلي غير كل فين وفين. طيب هل انا بالنظام دوت ما كنتش بزهق؟ لا، انا كنت بزهق ولغاية النهاردة بزهق. طيب انا كنت بعمل ايه بقى؟ انا ما كنتش بحرم نفسي. يعني انا النهاردة مثلا فطرت اكل صحي، بس في الغدا انا حاسه ان انا عاوزه اكل وجبه مش صحيه. مفيش مشكله خالص، انا هاكل الوجبه دي، مش هحرم نفسي. مش هاكلها وانا متضايقه وضميري بيأنبني والكلام ده كله، لا، هاكلها عادي جدا وهاكلها وانا مبسوطه وهستمتع بيها. بس انا هبقى عارفه ان الوجبه اللي بعدها هتبقى صحيه، او اليوم اللي بعده انا هكمل بطريقه صحيه. مفيش حاجه اسمها انا بوظت النهارده فالدايت بتاعي باظ او النظام بتاعي باظ، او انا بوظت النهارده فانا مش هقدر اكمل بعد كده. لا، السر اللي مخليني مكمله لغايه النهارده هو انا لو بوظت الوجبه دي انا هكمل في الوجبه اللي بعدها. لو بوظت حتى اليوم كله، انا اليوم اللي بعده انا هكمل عادي كأن ما حصلش حاجه قبل كده، ما حصلش حاجه في الوجبه اللي قبلها، ما حصلش حاجه في اليوم اللي قبله. انا بكمل عادي. هو ده اللي مخليني مستمرة. لان طبيعي ان احنا هنيجي في النص نحس ان احنا زهقانين من الاكل ده. ولما تاكلوا اكل صحي لفترة طويلة هتحسوا بفرق رهيب في شعركم وفي بشرتكم وفي جسمكم، وكمان هتبقوا واثقين في نفسكم. ودي من الحاجات اللي مخلياني مستمرة على الاكل الصحي حتى لو انا كنت ساعات بزهق. بس كده، لو عجبكم الفيديو واستفدتوا حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان تقولولي تحبوا الفيديو الجاي يكون عن ايه.